السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة عن اليوتيوب. هنتكلم عن خلاص الأرباح. إزاي تحول استديو يوتيوب اللي انت تشوف أرباحك فيه بدل بالدولار أمريكي الأرباح $1 أو $2 أو $10. المبلغ اللي انت جايبه بالدولار خلاص ما عادش يعنينا في شيء، هو لأن القبض بتاعنا بقى خلاص بالجنيه المصري. فازاي نحوله بالمصري من استوديو يوتيوب اللي خلاص ده اللي هيعنينا. انا النهارده كسبت جنيه، كسبت نص جنيه، كسبت 50 جنيه، كسبت 500 جنيه، ده اللي انا هقبضه. انما بالسنت وبالدولار خلاص ما عادش تفرق معايا اعتبارا من الشهر لارباح الشهر ده اللي هقبضها الشهر الجاي خلاص يعني. وحتى ارباح الشهر ده اللي هو ارباح شهر 5 يعني خلاص كله بقى بالجنيه المصري، فخلاص الدولار ما عادش يعنينا بشيء. حتى لو انت ضغطت على الخانة الاخيرة اللي هي تحقيق الربح دي وجيت تشوف ارباحك، هتلاقي مستوى تقدمك نحو الدفعة ارباحك 63 جنيه، والحد الادنى للدفعة 83. طبعا دي ارباح شهر 4 والكام يوم بتوع شهر 5 دول. طبعا ده المبلغ اللي القناة جايباه. طبعا قناتك جايبة مبلغ أكبر أقل مش مشكلة بغض النظر عن الموضوع ده، ولكن خلاص اللي انت تخش على الأرباح وتبص عليها. أنا كسبت النهاردة كام؟ سنت، 2 سنت، 5 سنت، $4، $2. المبلغ ما عادش يعنينا في شيء. خلاص يعني أنا بعد بدل ال 14 سنت دول هيبقى قيمتهم بالمصري اللي هو المبلغ اللي انت هتقبضه. الطريقة ازاي؟ عشان ما نطولش الفيديو، بتضغط على الصورة بتاعت القناة بتاعتك هنا في استوديو يوتيوب، هيجيلك الاعدادات. هتضغط على اعدادات، هتلاقي العملة دولار امريكي، فبتغير في العملات هتلاقي درهم اماراتي وكل العملات. طبعا انا هختار الجنيه المصري. هنفضل ننزل 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 لحد ما نلاقي الجنيه المصري اهو، اي جي بي جنيه مصري هنختاره كده. خلاص العملة اللي احنا اخترناها لو جينا نبص تاني هنلاقي العملة اتغيرت. احنا اخترنا الجنيه المصري، هنقفل ونفتح تاني. بقت الأرباح بالجنيه المصري. وبرضو هنا زي ما كانت بالجنيه المصري. كده الأرباح بقت بالجنيه المصري. لو جينا الإعدادات تاني وجينا الإعدادات هتلاقي العملة الحساب أو العملة اللي بيحسب لك بيها الأرباح بقت بالجنيه المصري. طبعا دي اللي احنا محتاجينها ودي اللي احنا هنقبض بيها فيما بعد. خلاص هتلاقي أرباحك المقدرة كذا. بدل مثلا ما كان 14 سنت بقى 6 جنيه و98 قرش. ده طبعا أسعار الصرف اللي اليوتيوب هيحاسبنا بيها. وبيقول لك يتم تحويل المبالغ من الدولار الأمريكي إلى اي جي بي اللي هو الجنيه المصري باستخدام سعر الصرف المعتمد سابقا لكل تاريخ. يعني لو الدولار رفع بيبدأ يحسب لك، لو الدولار نزل بيبدأ يحسب لك. يعني مثلا نقول الدولار النهاردة ب50 جنيه، هو بيحاسبك على الدولار ب50 جنيه. هنفترض اللي بكرة الدولار رفع بقى ب70 جنيه، هيحاسبك على 70 جنيه. لو الدولار نزل بقى ب30 جنيه هيحاسبك على ال30 جنيه حسب كل تاريخ. حسب كل تاريخ يومي او اسبوعي او شهري، يعني حسب ارباحك اللي انت بتحققها بسعر الصرف اللي هو متغير. طبعا كده خلاص يعني. ما تنسوناش بقى بالاشتراك في القناة فضلا وليس امرا، عمل لايك للفيديو. اي استفسار هرد عليكم في الكومنتات. طبعا دي الطريقة اللي تحول بيها استوديو يوتيوب للجنيه المصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.